الأب ملزم بالمصاريف الحكومية للمدارس فقط. أنا عمالة أشوف كمية فيديوهات الفترة دي على إن الأب مش ملزم غير بالتعليم الحكومي فقط، كتيرة فوق ما تتخيلوا. يا جماعة التعليم ده وفقا ليسار الأب. الأب يقدر يعلم تعليم انترناشونال هيعلم. انفصالك ده أو طلاقها ده مش هيحرم الأولاد من التعليم المفروض ياخدوه. فطالما يسارك يجيب انت المفروض تعلمه، والقاضي هيحكم بكده ومعانا احكام بكده. ده مثلا احنا كان معايا موكله، المصاريف الدراسيه بتاعه الطفل كانت عامله 250,000 جنيه في السنه. الراجل يساره ما يجيبش 250,000، القاضي حكم لنا بال 200,000 جنيه. ساعتها كانت ال 50 دي شامله البساط والحاجات دي، راح شالها. ومعانا احكام واتأيدت في الاستديو. فهي دي الفكره، انت يسارك يجيب يبقى هتعلم. وعايزه اقول معلومه تانية، عيب لما نستخسر في عيالنا تعليم واحنا معانا نعلم. يعني ايه ذنب الطفل؟ لا اختارك ولا اختارها، يترمى هو اللي في مدارس مش المفروض يدخلها، ومجتمع مش المفروض يتواجد فيه. يعني مش فاهمه بجد ليه تعملوا ليه كده في عيالكم؟